الأمر بسيط ومفيد للغاية، وبعد اليوم لن تهدر لا وقتك ولا مالك، فبإمكانيات بسيطة موجودة في كل بيت سنساعدك حيناً على استغلال كل ما تظن أنه عديم الفائدة، وأحياناً على صنع شيء جميل وغير مكلف. وفي فكرة ومكسب نضمن لك التعلم والاستمتاع معاً، فلا تفوت هذه الحلقة. فكرة ومكسب. مساء البارحة ذهبت لزيارة إحدى صديقاتي، وقبل أن أقرع الجرس جلب انتباهي جمال التعليقة التي تزين بها باب منزلها. هي عبارة عن كيس صغير معلق على الباب تتدلى منه أغصان وورود بلاستيكية صغيرة. عندما سألت صديقتي فيما بعد عن المحل الذي اشترت منه هذه التعليقة كي أشتري مثيلتها، أخبرتني أنها اشترتها من سيدة تقوم بالأعمال اليدوية. إذن فالأمر بسيط، ولا داعي لشرائنا لهذا المنتج ما دمنا نستطيع صنعه بأنفسنا. اليوم السيدة نجوى أحمد ستعلمنا صنع تعليقة نزين بها باب المنزل بنفس مواصفات ما هو معروض في المحلات والأسواق. هو هنحتاج حاجات بسيطة جدا. هي قطعة قماش يعني 40 سنتي 30 سنتي، مش أكتر من كده، بس تكون قماشة سميكة شوية، ما تبقاش خفيفة زي قماش الطرحة أو كده. يعني ممكن نلاقي حتة قماشة قطيفة في البيت لو موجودة نعمل بيها، ما فيش هنشتري ربع متر. ممكن إن احنا نستبدل القماش القطيفة ده بالقماش الخيش، برضو في النهاية بيدي نتيجة كويسة جدا. بقى شريط ستان مناسب بقى للون القماش اللي احنا اخترناه للتعليقة دي. بنجهز قطعة سلك حوالي 35 سنتي، سلك بتاع كهرباء يكون 90، بتاع سلك نت عشان اعمل بيه ايد الشنطة. وكمان بجهز حشوة اللي هي بنحشي بيها الشنطة، عبارة عن الفايبر اللي هو زي القطن الصناعي. وبجهز ورود كده وازهار كده تكون كلاسيكية، وما تكونش بقى الحجم بتاعها كبير، تكون الزهور صغيرة خالص. خيط الخيش وفص كده لولي هحطه. طبعا اللولي ده حاجة معروفة للجميع يعني زي الخرز كده. بنفس بساطة المكونات طريقة صنع تعليقة تزيين الباب بسيطة وسهلة جدا، وتستطيع صنعها في وقت وجيز. هنبدأ نجيب القماش ونلزقه من الثلاث جوانب، واترك الجنب الاعلى مفتوح، يبقى زي الشنطه كده مفتوح نص. وابدا اجيب السلك اللي هو بتاع النت ده او بتاع الكهرباء شويه سميك، والف عليه الخيط الدبار ده اللي هو الخيش. افضل الفه لغايه ما اكفي خالص قطعه السلك دي، وبعد ما اثبتها بالشمع من الجهتين ابدا الزقها في الجنبين من فوق، يبقوا عاملين زي ايد الشنطه بالظبط. خلصت الخطوة دي أبدأ أجيب بقى القطن أحشي بيه الشنطة من جوه، يعني مش كلها، تقريبا نصها أو 3/4. وأجيب الزهور بقى وأبدأ أحطها هي مع زرع أخضر، يعني حسب اللون بقى المناسب للون القماش. يعني مش هجيب بقى مثلا لون أحمر وأحط له ورد أصفر، مش هيبقى حلو. أختار اللون الورد مناسب للون القماش. لكي نجعل هذه التعليقة توازي ما يعرض في الأسواق والمحلات سنقوم بتزيينها. علشان نزود الزينة بتاعة الشنطة ونخليها شكلها أجمل، فبنبدأ نجيب فيانكو شريط ستان مناسب للقماش، وبعمله وبحطه على الشنطة من النص من الجنب حسب الذوق بقى كل واحد، وبحبسه بفص لولي بمسدس الشمع. احنا دلوقتي لزقنا بمسدس الشمع. اللي ما عندوش بقى مسدس شمع يقدر يستخدم الغراء اللي هو الشفاف، برضو بيؤدي نفس الغرض والنتيجة برضو بتبقى واحدة. وبعمل برضو نفس الفكرة على الإيد بتاعت الشنطة بالخيط اللي هو الخيش أو الدبار، بعمل فيانكو برضو وبحطه على جنب الشنطة، وبكده تكون الفكرة بتاعتنا خلصت ومنتهى السهولة. هل تعلم عزيزي المستمع أن هذه التعليقة ستكلفك ربع ثمن تلك المعروضة في المحلات؟ وليس هذا فقط، بل إنك تستطيع الإبحار في مخيلة إبداعك وتصنع بنفس المكونات تعليقات مشابهة. حاجات كتير جدا ممكن نستخدمها بيها. أعمل تعليقة تانية مثلا خاصة بأي مناسبة، مثلا زي مناسبة الأعياد الميلاد. أعمل تعليقة للمطبخ نقدر نعملها برضو بخامات زي دي، وممكن نضيف عليها خامات تانية زي تعليقات المواليد، إن بيبي ولد أو بنت بتتعمل برضو بالطل، واقدر ازينها بشرايط الستان والورود وكده.
اقدر اعمل التعليقه دي على في غرفه اطفال. السيدة نجوى أحمد تعمل موظفة في إحدى شركات الأدوية، لكنها اختارت من الأعمال اليدوية مهنة إضافية. سألناها عن سر حبها لهذه الأعمال وهكذا أجابتنا. الأعمال اليدوية دي هواية عندي من الصغر، يعني من الصغر خالص. يمكن وأنا عندي مثلا 7-8 سنين وأنا بحب أعمل مثلا فستان العروسة بتاعتي، أنا اللي كنت أصممه وأنا اللي كنت أخيطه، فكانت الهواية موجودة عندي. بدأت بقى أفكر إيه ممكن أعمله، فبدأت أعمل حتة بقى إيه إعادة تدوير الحاجات بتاعة البيت اللي بنستخدمها وبتترمى في الزبالة، وبدأت ألاقي فيها لها أفكار كتير جدا. يعني أنا ببقى قاعدة في شغلي الفكرة تجيني، أبقى عايزة أروح بسرعة علشان أعمل الفكرة، وببقى سعيدة جدا بالنتيجة اللي أنا بعملها، واجي تاني يوم الصبح الشغل أدي هدايا لصحباتي وكده، فبيفرحوا بيها فعلا. للأعمال اليدوية فوائد كبيرة، كل مبدع في هذه الأعمال يصفها على طريقته. الأعمال اليدوية والأشغال اليدوية دي حاجة مفيدة، وأنا بقدر أستغل وقتي بحاجة مفيدة، بدل ما أنا قاعدة ما بعملش حاجة أو قاعدة نايمة أو يعني ما فيش هدف عندي. لكن أنا بحب الست اللي يعني تستفيد بكل وقت بيمر عليها، إزاي تستفيد منه وإزاي تطلع منه